عايز اي نادي يتمنى زيزو واي نادي يتمنى كده. مصطفى محمد. ايوه في حاجه اكتر من كده. لكن هو دلوقتي لكن النادي الاهلي لم يدخل ولن يدخل في مفاوضات مع زيزو ولا مصطفى محمد على مسؤوليتي الشخصيه. النادي الاهلي ما جابش زيزو وهو كان قدامه، وكان زيزو طالب 28 مليون، وانا بقول اسرار وكواليس يا كابتن مهيب. النادي الاهلي ما ضمش زيزو بعد موافقته على الانتقال واللعب للنادي الاهلي مقابل 28 مليون جنيه، والنادي الاهلي ما ضموش في الفتره السابقه. امتى بقى؟ ليه امتى بقى؟ اللي هي في التجديد اللي قبل يجدده الاخير للزمالك. لو سمحت لا ثواني بس يا جماعه، واحده قطعوا بقى واحده بس لو سمحت. واحده. امتى سنه كام؟ مدير الكوره اهو في اخر تجديد ليه كان الكابتن سيد مدير. مظبوط، انا فاكرها. سنه كام؟ التجديد الاخير يا منيب ده اللي كان من سنتين، لما كابتن سيد كان مدير كوره وكان سنتين ونص بالظبط كده، ما كملش 3 سنين. يعني 21. انا بقول لك ونص. على معلومات سنه 21 انا ونص. بقول لك يا مظبوط. كابتن مهيب على معلومات يا جماعه مؤكده. والاتفاق واللي كان طالبه زيزو 28 مليون جنيه. طيب ايه ما راحش ليه؟ النادي الاهلي سقفه مش هيتغير. ما راحش ليه؟ عشان المفاوضات الماليه لم تتفق مع النادي الاهلي. يا سلام. ايوه يا كابتن مهيب، مفيش لاعب مصري يعني كده ثواني يا كابتن. اتفضل. مفيش لاعب مصري في النادي الاهلي هيعلى عن 16 مليون جنيه. هجيب لك اعلانات او حاجه، انما مش هيعلى عن 16 مليون جنيه. احمد زايد زيزو هقول لك على مفاجاه. طب امام بكام؟ اعتبره في نادي الزمالك. لا ما هو انا قلت اعتبره في نادي الزمالك. مش مفاجاه. هو اول امبارح الاحتفاليه اللي كانت موجوده تم الاتفاق والانهاء القصه بتاعت زيزو ان هو مكمل مع نادي الزمالك، خاصه بعد ما شيكابالا قال لهم يا جماعه اللي انتوا سامعينه ان اوضه اللبس هيحصل فيها ازمه لو زيزو جدد، انا بقول لكم لا. وكانت دي الكلمه اللي خلت رجال الاعمال اللي كانوا موجودين في الاحتفاليه اللي من يومين يتفقوا مع زيزو هياخد من الزمالك ما يقابل 50 ومن بره 50، عقده 100 مليون جنيه مع نادي الزمالك لن يتحملهم الزمالك.